السلام عليكم، معاكم عمر الشناوي وتالت فيديو من سلسلة فيديوهات افتر افكتس. المرتين اللي فاتوا اتعلمنا ازاي نعمل كونتراستور ونعزل الابر ارش عن اللور ارش، وعملنا انيميشن بسيط لصورتين البيفور والافتر. ان شاء الله فيديو النهارده هنتعلم افكت جديد. تمام، احنا وقفنا لحد المرة اللي فاتت. حصل يعني تاني حصل بلورنس للصورة، الصورة بقت اوت فوكس، في تكست ظهر. بعد كده حصل هنا زوم ان وفي تكست تاني ظهر. تمام، ندخل على البرنامج. ماشي، احنا وصلنا لحد هنا. انا مثلا عايز اشغل الفيديو. تمام، من اول هنا عايز بقى البلور يظهر. بتدور على قائمة اسمها effect and presets. لو القائمة دي مش موجودة، يعني انت دورت عليها هنا مش موجودة، بتجيبها من ويندو. اي حاجة مش موجودة هنا بتجيبها من ويندو، تنزل تدور على effect اهي effect and preset. تبحث عن حاجة اسمها جوزيان بلور، اللي هي دي. بتسحب الافكت كده وتحطه على اللاير. تمام، انا دلوقتي عاوز اعمل الافكت على الصورة كلها، يعني عاوز اعمله على اللاير دي، ولاير التكست دي، ولاير الارش ده. انا دلوقتي هجيبها احطها على اللاير دي، بعد كده اجيبها احطها على اللاير دي، بعد كده اجيبها احطها على اللاير دي. وهنا تبان سهلة، بس لو انت البروجكت بتاعك مثلا فيه 20 لاير ولا حاجة، هيبقى طبعا مش منطقي اجيبها على كل لاير، هتبقى صعبة شوية. فالحل هنا ايه؟ ادوس كنترول زد عشان نرجع خطوة لورا. الحل هنا ان احنا بنجيب لاير اسمها adjustment layer، لاير شفافة. بتدوس في اي مكان فاضي، نيو adjustment layer. اللاير دي ملهاش اي لازمه، يعني هي دلوقتي ملهاش اي لازمه. امتى يبقى ليها لازمه؟ لو انا حطيت عليها الافكت. حاجه كمان مهمه في اللاير دي، ان انا لو حطيتها مثلا هنا كده، الافكت اللي انا هحطه عليها هيظهر على كل اللي تحتها. فلازم اتاكد ان انا حاطط اللاير دي فوق كل اللي انا محتاج اعمل له افكت. طيب، هنجيب الجوزن بلور ونحطه على الادجستمنت لاير اهو، بيظهر هنا. لو مثلا انا جيت لقيت ان دوست عملت الافكت لقيته ما ظهرش هنا، فبتجيبه هنا من افكت كنترول او من السهم هنا، تدوس على افكت كنترولز. تمام، هنا البلورنس صفر. احنا قلنا ان اي حاجه، اي افكت جنبه ساعه، معناه ان انا هعمل بيه كي فريمز، يعني هعمل بيه حركه، يعني هيحصل انيميشن. فانا مثلا هشوف من اول فين. تمام، من اول هنا انا عايز الانيميشن يبدا يحصل. وقلنا ان عشان اظهر الكي فريم، انا دلوقتي عملت كي فريم، عايز اظهره بقى في اللاير عشان ابقى شايف، بدوس على حرف اليو اهو. امشي شويه اروح جاي مزود البلورنس كده اهو، كده حلو قوي. نيجي نبص. تمام، سريع شويه، ممكن نبعد الكي فريمز عن بعض فكده يبقى تمام. نجيب التكست. قلنا بنجيب التكست ازاي؟ على حرف التي ده نكتب في اي مكان، دوس هنا مثلا تروح جاي كاتب. كتبت التكست. لو تلاحظوا ان انا حطيت كل حاجه، كل كلمه في لاير، عشان اعرف احرك كل لاير لوحدها. ممكن اكتب عادي let's start from the beginning، اكتبها كلها في نفس اللاير، بس هتبقى يعني كبيرة شوية. يعني انت لو عاوز تعملها في نفس اللاير وتحركها كلها مرة واحدة عادي، مفيش اي مشكلة. بس عشان نقلد الفيديو بالظبط، فهو هنا انا عاملها هنا في الفيديو كلها متقسمة، يعني ده اتحرك لوحده وده اتحرك لوحده. فنجيب بقى كده. طبعا انا اغير الخط ازاي، الفونت اغيره ازاي؟ بدوس على اللاير وبدور على حاجه هنا اسمها كاركتر، هي دي. برضو لو مش موجوده تيجي على ويندو وتدور على كاركتر اهي، بتحدد اللاير وتشوف الفونت اللي عندك. طبعا انت ممكن تنزل فونتات من على النت وهتتحمل هنا على البرنامج عادي جدا. مثلا انا اخترت ده، اي فونت. نفس الكلام، مثلا اخترت ده. انا دوست على الاتنين، ماشي. اخترت ده، ماشي. نبدأ نحركهم بقى. انا جيت هنا اهو، عايز بقى let's start تيجي من فوق، وفروم ذا beginning تيجي من تحت هنا. نعمل ازاي؟ نعمل كي فريم. دي هتبقى بوزيشن لان انا هحركها، فهتبقى بوزيشن. طيب، احنا قلنا المره اللي فاتت ان انت عشان تعمل بوزيشن بتيجي على السهم وتدوس ترانسفورم وتدور على البوزيشن. فكل مره هعمل كده هتبقى رخمه شويه، ففي شورت كات ان انت عايز تجيب البوزيشن على طول، تدوس على اللاير وتدوس على حرف البي. اول حرف من البوزيشن بي، تدوس بي هيظهر بوزيشن. نفس الكلام هنا ندوس بي. هنيجي مثلا اول ما نحصل بلورنس، انا عايز نعمل كي فريم وكي فريم. انا عايز ينتهي هنا، يعني انا عايز الكي فريم اللي هينتهي يكون هنا. فنيجي قبلها ونحرك بقى ده، نحرك ده يبقى هنا، نحرك ده يبقى هنا. نيجي كده نشوف.
تمام زي الفل. تاني الحركة بقى بطيئة سريعة، انت براحتك بقى، تشوف انت الوقت المناسب معاك. ماشي. بعد ما حركتها، بعد كده في الفيديو بما اننا هنقلد، حصل دي اتحركت هنا، let's start اتحركت هنا، from the beginning اتحركت هنا، في صورة تانية هتظهر من العدم. ايه تاني؟ الابر ارش ده طلع لفوق، اللور ارش ده طلع لتحت، نزل لتحت، في الكلمة اللي في النص اختفت. تعالى نعمل ده. ماشي. نيجي هنا نحرك مثلا، نحرك اللاير اللي تحت الابر ارش، ندوس. طيب انا لو دوست بوزيشن وحركتها، يعني عملت كي فريم ورحت محركها على طول كده، بص هيحصل ايه. بص انا هنا اهو جه، بص هيحصل ايه، طلعت على طول. انا مش عايز كده. ليه طلعت على طول؟ لان انت اتحركت من هنا، دي حركة لحركة تانية على طول، مفيش اي فترة ثبات في النص. فازاي اعمل فترة ثبات في النص؟ بكل بساطة ان انا اعمل كي فريم هنا، اجي مثلا بعدها بشوية او بداية ان انا عايز اعمل الحركة، اعمل كي فريم تاني، فده نفس القيمة بتاع ده. فمن هنا لهنا مفيش اي حركة حصلت، هو نفس القيمة، فخلاص مفيش حركة، مفيش انيميشن. نيجي بقى هنا نروح جاي مزودين، نعمل البوزيشن. تمام. نيجي على اللور ارش نفس الكلام، هنعمل كي فريم، هو هيكون نفس ده، بما اننا ما غيرناش حاجة، يعني الكي فريم اللي هتعمله هو ده. او ممكن تدوس هنا وتدوس كنترول سي، كنترول في، بما انك انت واقف بالتايم لاين بالانديكيتور ده هنا، هيعمل كنترول في هنا. فتاني انا مثلا عايز انسخ، اعمل كوبي للكي فريم ده، بدوس عليه عادي كليك، بدوس كنترول سي، واشوف انا عايز انسخه فين. عايز انسخه مثلا هنا، عايز انسخه هنا، اقف عليها المكان اللي انا عايز انسخه فيها، وادوس كنترول في، هينسخ هنا. ونيجي نعمل هنا، نيجي هنا وننزلها لتحت، نيجي نبص. تمام. عايز احرك ليت ستارت، نفس الكلام. لو انا عملت كي فريم على طول، لو انا عملت كده كي فريم وحركتها على طول، سوري، حركتها كده على طول، بص هيحصل ايه، هتنزل هتمشي على طول. لا انا عايز يحصل فترة ثبات في النص، فيا اما هاخد ده اعمل كنترول سي كنترول في، او اعمل كي فريم على طول، هو كده كده هيكون نفس القيمة. نيجي كده ونزقها هناك، نفس الكلام على ده. هنيجي على الكي فريم لو احنا عايزين نظبطها يعني بالظبط، ازاي تقف على الكي فريم بالظبط. يا اما وانت ماشي كده هتلاقي، بص هتلاقي دي بتنور، لو نورت يبقى انت كده واقف على الكي فريم بالظبط. عايز تظبطها قوي، اللي هو يعني من غير ما تقعد تمشي كده، بتدوس على السهم ده بينقلك لكل فريم اللي بعده. وبرضه ممكن وانت بتتحرك تدوس على شيفت، هتلاقي عمل زي مغناطيس كده بيوقفك على الكي فريم بالظبط. اهو بص تحس كده ان هي مغناطيس وقف. تمام. هنعمل كي فريم الثبات، وبعد كده نحرك دي هنا، اتبقى ماشي، اتبقى الكلمة اللي تحت اللي هي دكتور عمر. في الفيديو بص حصل فيها ايه، اختفت. بص الاختفاء ده بيكون اوباسيتي، انا حتى مجهزها اوباسيتي اهي. احنا قلنا البوزيشن بتدوس على حرف البي، لو مثلا هتعمل روتيشن يعني هتلف الكلمة بتدوس على الار. هتعمل سكيل ده اللي هو بيكبر، يعني بيكبر التكست، بتدوس على السكيل اس. الوحيد اللي الشورت كات بتاعه مش اول حرف من الكلمة هو الاوباسيتي. الاوباسيتي المفروض اوباسيتي او، لا انت بتدوس على التي، تي بيظهر لك اوباسيتي. فالاوباسيتي ده اللي هو الوضوح، يعني ده كده 100%. تيجي مثلا هنا كده تروح جاي عاملها 0%، تبدأ تختفي. هنبص كده اهو. تمام. طبعا سريعة شوية والكلام ده انت بقى ظبطها في الوقت اللي انت حاسس ان هو مناسب فيه. تمام. هنا مثلا نقللها شوية كده، نيجي نبص، آه نخليها هنا مثلا. ماشي. نجيب بقى الصورة التالتة. هنا بص الصورة حصل فيها ايه، الصورة اللي هتظهر دي ظهرت صغيرة قوي 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 وبدأت تكبر، فاللي حصل ده ليها سكيل، حصل لها سكيل. برضو السكيل بتجيبه ازاي؟ نجيب الصورة الأول. السكيل اللي هنجيبه ازاي؟ برضو بتدوس على حرف الاس، سكيل. طيب هنخفيها دلوقتي عشان بس نشوف احنا هنعمل الانيميشن فين. نمشي كده وهو بيطلع، انا عايزها تكون ظهرت، يعني هنا انا عايزها تكون 100%. نيجي بقى قبلها، انا عايزها تكون من هنا كده تكون صفر، فندوس صفر. نظهرها بقى عشان نشوف اهو،
حاسس ان هي محتاجة تتظبط شوية، براحتك بقى. تمام، ممكن برضو ايه نخليها كده شوية زي الفل. في بقى حاجة هنا مهمة قوي. ايه بقى المهم؟ السيركل اللي في النص دي مهمة جدا. دي اسمها انكر بوينت. السيركل دي اسمها انكر بوينت. احنا هنا في الصورة الانكر بوينت دي في النص، فمعنى ان هي في النص ان الكبر او التكبير والتصغير بيحصل حواليها. يعني تعالى نعمل حاجة، نلغي مثلا الكي فريمز دي ونخلي الانكر بوينت دي بتتحرك ازاي. بتدوس على الحرف الواي شورت كات وتحركها، او من هنا بتدوس هنا حاجة اسمها البان بيهايند وتحركها. مثلا انا حطيت الانكر بوينت دي هنا، حطيتها هنا. تعالى كده نجرب نصغر ونكبر نشوف هيحصل ايه. خلي دي صفر. بص الصورة هتظهر منين. بص الصورة ظهرت من فوق. فتاخد بالك يعني، تبص تشوف الانكر بوينت بتاعت الحاجة اللي انت عايز تحركها فين. الا بقى لو انت عايز تظهرها من هنا، دي قصة تانية. تمام، نرجع تاني نحط الانكر بوينت في النص. ازاي تحط الانكر بوينت في النص؟ يعني تظبطها قوي، تيجي هنا وتدوس كنترول ودبل كليك هيتحط في النص على طول. نعمل سكيل ونيجي هنا شوية نخليها صفر. بص كده، بعيدة شوية نقربها كده. تمام. ممكن ده برضو ايه، كان مقدم شوية. ماشي، خليها مثلا هنا كده. تمام ماشي. يعني ظبطها مع نفسك بحيث انت تلاقيها مناسبة، يعني تفضل تتحرك براحتك لحد ما تلاقيها مناسبة. طيب لما حصل كده في وسط الفيديو حصل ايه؟ ركز كده. حصل زوم ان كده للصورة وبعد كده التكست ظهر. نعمل الزوم ان ده ازاي؟ بالسكيل برضو. هو الزوم ان حصل ان الصورة كبرت، فنيجي هل هنعمل كي فريم ونكبر على طول؟ لو عملنا كده بص هيحصل ايه؟ بيكبر على طول من هنا لهنا على طول. لا احنا مش هنعمل كده، احنا عايزين نعمل فترة ثبات الأول. يعني مثلا احنا من أول هنا هيقعد الفترة دي كلها ما اتحركش، بعد كده نيجي بقى هنا نروح مزودين كده. تمام، أنا مثلا زودت كده، عايز إن السنان دي تبقى في النص، يعني عايزها تنزل شوية، فيا إما تزقها مثلا كده. بس في حاجة إن أنا مثلا لو أنا زقتها كده مثلا خليتها كده، نيجي نبص في الأول. بص هيكون الصورة أصلا وضعها ازاي. بص لازم تاخد بالك من حاجة دي قوي، ان انت لما تيجي يعني تغير بوزيشن حاجه تشوف الاول هي هتبقى مكانها فين. فالمشكله بقى هنا نحلها ازاي. انا دلوقتي خلاص عملت كده. ممكن تعمل بوزيشن ازاي تظهر الاتنين كي فريمز مع بعض. يعني دوس بي، دوس شيفت اس كده، انا ظهرت الاتنين كي فريمز مع بعض. يا اما انا دلوقتي عايز الصوره دي من هنا كده مظبوطه، هاجي من اول هنا اعمل بوزيشن، واجي هنا لما خلاص الصوره اتحركت اروح جاي منزل البوزيشن شويه لو انا عايز اظبطها. فانا كده ضمنت ايه؟ انا كده ضمنت ان الصوره من كل ده يعني لحد هنا ما حصلش فيها اي تحريك. هيجي بقى هنا الاتنين اللي هيتحركوا السكيل والبوزيشن، فمش هتحس اصلا ان حصل حاجه. بص اهو، وظبطت في النص. فتاخد بالك وانت بتحرك تشوف انت هتحرك ايه. اهو زي الفل. وهو بيحصل بقى كده نكتب بقى التكست بتاعنا. طيب في حاجة مهمة، انت مثلا خلصت كتابة، بص هتلاقي الماوس لسه فيه العلامة بتاعت الكتابة دي. يعني انت لو دوست في اي حتة بص هيجي ان هو عايز يكتب تاني. دوس كنترول زد. فازاي تشيل العلامة دي؟ بتدوس على اي لاير وبعد كده تجيب السلكشن تول. دي اسمها سلكشن تول، الشورت كات بتاعها حرف الفي. فانت تدوس على اي لاير وتدوس في. انت كده ضمنت ان انت لما تدوس في اي حتة يبقى انت كده يعني مش هتلخبط، مش هيحصل اي لخبطة في البرنامج. يعني هي السلكشن تول دي اللي بتعمل بيها كل حاجة. هتدوس هنا هتدوس هنا، ما تدوسش بأي حاجة غير بالسلكشن تول. تمام، هنجيب بقى اللاير دي. احنا قلنا ان بنكبر من السكيل، بندوس حرف الاس نكبر. انا ممكن اكبر برضو من هنا، يعني اجي كده هنا كده اكبر. بس بص لو جيت كبرت مش بنفس الابعاد. فازاي اكبر بنفس الابعاد؟ بدوس على شيفت، افضل دايس على شيفت واكبر، هيكبر معايا بنفس الابعاد. تمام. مثلا انت بقى براحتك، يعني ايه كبر براحتك عشان بس وقت الفيديو. نعمل البوزيشن بتاعنا. انا عايزها تبقى هنا، قبلها بقى تبقى فين؟ قبلها تبقى تحت كده. نيجي نبص اهو. تمام. في بقى حاجة يعني هنمهد لها للفيديو الجاي. احنا كده خلصت الانيميشن بتاعي، بس انا عايز تلاحظ حاجة. هنا مثلا بص الكي فريم عاملة ازاي، هنا بص الكي فريم عاملة ازاي. يعني انا هنا في الفيديو الاولاني انا عامل حاجة في الكي فريم،
هنا انا ما عملتهاش دلوقتي، فايه المختلف؟ يعني بص على الحركة، بص كده الحركة تحس ان هي سموث كده وحلوة. بص حتى دكتور عمر بتنزل تحس ان هي سموث كده. بص بقى دي بتنزل ازاي. let's start from the beginning. تحس انها بتنزل كده ما فيهاش روح. نفس الكلام وهي بتتحرك برضو. بص على طول كده نفس الكلام ودي بتطلع. بص في الفيديو، بص في الفيديو مثلا from لما let's start تنزل، بص نزلت ازاي. تحس انها فيها حركة كده، فيها حاجة كده بتبطأ وتسرع، فيها حاجة يعني عاملة مش مميزة، فيها حاجة مميزة. نفس الكلام وهي بتعمل زوم ان. بص الصورة وهي بتعمل زوم ان، تحس كده ان هو ما عملهاش مرة واحدة، في حاجة حصلت فيها. الفيديو حاجة كمان برضو نسيت اقولها، ان ازاي نعمل الكلام يكون منور كده. يعني بص from let's start، لو انا مثلا الكلام هنا، سوري، الكلام هنا برضو اخضر، ازاي بقى نخليه، ازاي نخليه منور بقى؟ ده اللي هنشوفه المرة الجاية بإذن الله. يعني المرة الجاية هنتعلم ازاي نخلي الحركة مش كده، نخليها سموث كده، زائد ازاي نخلي الكلام منور كده. طيب عشان بس وقت الفيديو، اتمنى يكون الفيديو مفيد، ونشوفكم على خير بإذن الله في فيديو قادم. السلام عليكم.